على بركة الله تم صباح هذا اليوم هذه الجلسة التضامنية بين نقابة الصحفيين العراقيين في محافظة ديالى ومجلس جامعة ديالى ممثلا لمنتسبي الجامعة من أجل إيصال صوت مهني أكاديمي لما نشرته مجلة الشرق الأوسط فيما يخص الإساءة إلى حرائر العراق وإلى بلدنا العراق. وهذه الوقفة هي ردة فعل وصوت واضح وقوي إلى كل من يريد أن يسيء إلى العراق وإلى سمعة أهل العراق. وستقوم الجامعة بواجبها الوطني مع نقابة الصحفيين برفع دعوى قضائية على جريدة الشرق الأوسط من أجل أن لا يتكرر مثل هذا الفعل اللا مسؤول واللا أخلاقي واللا مهني باتجاه بلد تمتد حضارته إلى آلاف السنين وإلى بلد يضم كل الأنبياء والأطهار والأولياء من الصالحين من المسلمين بمختلف مذاهبهم واتجاهاتهم. ونتمنى من العلي القدير أن يوفق هذا الجمع المبارك من أجل أن يكون جمع وطني ويؤسس لرسالة وطنية مهنية باقية إن شاء الله لحين استعادة العراق لعافيته. وفي الوقت نفسه تكون هذه الوقفة مساندة لقواتنا البطلة القوات الأمنية بمختلف صنوفها وكذلك الحشد الشعبي وكذلك رجال العشائر الذين تسيل دمائهم من أجل أن نستمر بعطائنا العلمي. أنا قدس ليس يخنع بجبين البيت يرفع وبفجر بوجه ما كتبته جريدة الشرق الأوسط الصفراء التي بثت السم ضد العراقيين والعراقيات وطعنت بشرف العراقيات، فتبا لهم ولصحيفتهم الصفراء التي تريد أن تفرق بين أبناء الشعب العراقي. وما كتبته هو رد فعل لما وجدوه من مسيرة مليونية في أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. النخل إباء ويزهر الحرم، أتيت يبذر حقل صباحي من الجراح دم، كد يا ظلام فكيدك حتما يهوي وينهزم.